السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي في قناة سهام كروشيه. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل وحدة الجراني دي. أنا هعلمك الوحدة وانتي هتشبكيها وتعملي منها جاكيت شتوي جميل جدا وطالع ترند. ويا رب يكون سهل عليكي. اشتغلت الوحدات دي بخيط اسمه كارما. هو خيط الى حد ما متوسط السماكه، هو اكريليك على صوف كده، يعني مش صوف، يعني اللي انت ليكي طبعا حريه الاختيار تشتغلي باي خيط انت حباه، سواء صوف او قطن، اللي انت حباه، بس ده كجاكيت شتوي. فمحتاج خيط صوف او متوسط السماكه، واي خيط تفضليه اي نوع يعني. هنا انا هشتغل الخيط ده، هشتغل بابره مقاس 3 ملم. هنشوف مع بعض الوحدة دي هتتعمل ازاي. بجيب الخيط بتاعي وبعمل الدايرة السحرية بتاعتي اهي، متعودين ان احنا نعملها كده، وبتجيبي طرف الخيط على الصباعين وتلفيه كروس كده من قدام على ورا كده. تمام، بدخل الابرة بتاعتي وبسحب الخيط اللي ورا ده اهو كده، كونت عندي الدايرة بتاعتي اهي بنات بالشكل ده. هبتدي اطلع 3 سلسلة، 1 2 3، وده بمثابة اول عمود عندي. تمام، هعتبره عمود من عدد الأعمدة اللي هعمل عمود بلفة عادي خالص جوه الدايرة بتاعتي. 3 كده يعتبر 3 اهو، ده التالت عشان حسبت الارتفاع عمود. 4 5، وهبتدي أعمل الأعمدة بتاعتي هيكون عددها 16 عمود. تمام، هكمل أنا وأرجع لك عشان ما أطولش عليك الفيديو. خلاص عملت 16 عمود. هبتدي أسحب الخيط بتاعي عشان أقفل الدايرة بتاعتي اهي. اتكونت عندي دايرة، الدور الاول عبارة عن 16 عمود. هاجي في اول عمود عملته، انا عملت 3 سلاسل، هعد من اول تحت 1 2 3، هاجي في السلسلة رقم 3 وهقفل بمنزلقة اهو بالشكل ده يا بنات. بعد كده هطلع برضو 3 ارتفاع، 1 2 3. عملت 3 ارتفاع، وببتدي اعمل سلسلة رابعة علشان السلسلة دي هتبقى مسافة ما بين العمود والعمود. هبتدي انزل في الحلقة اللي بعدها، الغرزة اللي بعدها بنزل في الغرزة اهي، بخلي حرف الفي الفتلتين فوق الابرة كده. هسحب الخيط واعمل عمود وسلسلة، واللي بعدها عمود وسلسلة، واللي بعدها عمود. بعمل فوق العمود عمود، يعني في الاخر هيطلع عندي برضو 16 عمود. مهم جدا ان انت تعدي والعدد يبقى مظبوط معاكي لان العدد لو مش مظبوط هتتلاقي الزوايا معاكي مش هتطلع مظبوطه، والمربع مش هيطلع شكله مظبوط خالص. فاهم حاجه عندي العدد. تمام، هنعمل ما بين كل عمود وعمود سلسله، ده بديل التزايد بتاعنا. هبتدي اكمل الدور ده كله كده سلسله وعمود سلسله وعمود لحد ما اخلص الدور بتاعي. هنا خلاص انا كملت ال 16 عمود بتاعي وعديتهم واتاكدت ان هم فعلا 16. بعد كده باجي بقفل كالعاده بتاعتنا برضو في تالت سلسله هنا، هقفل بمنزلقه، وده الدور التاني بتاعي. الدور التالت بطلع 3 سلسله، وبنزل في الفراغ اللي هي السلسله المسافه اللي انا عملتها دي اللي هشتغل فيها. بنزل في كل فراغ واعمل 3 عمود بلفه، ده يعتبر اول عمود معايا. بنزل في نفس الفراغ اللي فيه العمود عشان الشغل يبقى شكله نضيف معايا. 2 ادي 3 كده، 3 اعمده. هروح للفراغ اللي بعده على طول واعمل كمان 3 اعمده. والفراغ اللي بعده واعمل 3 اعمده، وامشي الدور كله بالشكل ده. كل فراغ يقابلني بين العمودين بعمل 3 اعمده.
خلصت خلاص الدور، وبقفل في نهاية الدور بتاعي في اول عمود عملته اللي هو عبارة عن الثلاث سلاسل، بقفل فيه بمنزلقة اهو بالشكل ده يا بنات. بعد كده هنزل في اول فراغ ده وهعمل حشو. تمام، وهعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هعدي ال3 أعمدة اللي عملتهم وهنزل في الفراغ اللي ما بينهم واعمل حشو. 3 سلسلة وهعدي ال3 أعمدة وهنزل هنا واعمل حشو. 3 سلسلة وهعدي ال3 دول وهنزل اعمل حشو. 1 2 3 واسيب 1 2 3 واعمل حشو، وهمشي الدور كله بالشكل ده. 3 واعدي 3 أعمدة وانزل ما بينهم واعمل حشو. 1 2 3 وهعدي 3 سلاسل 3 أعمدة اسفة وهنزل اعمل حشو، واكمل الدور كله بالشكل ده. وصلت لنهاية الدور وهعمل اخر 3 سلسلة معايا وهقفل بحشو في اول واحدة عملتها حشو، وكده بقى شكل الدور معايا. انا هنا بقى عندي شكل الدايرة خلاص. هنحولها دلوقتي من دايرة لمربع. ازاي؟ هنعمل لها بقى الزوايا بتاعتها عشان تبقى مربع. فهنبتدي نعمل اول زاوية معانا. انا بحب ابتدي بالزاوية دايما. هروح على طول للفراغ ده واعمل حشو، واطلع من الحشو ب3 سلسلة. ده يعتبر اول عمود. بنزل في نفس الفراغ واعمل عمود كمان 2 كده 3 اهو اللي هو الارتفاع، وعمود 2 3 ماشي. ونعمل الرابع 4 وسلسلة، وبننزل في نفس الفراغ نعمل 4 عمود كمان. عايزه اقولك لو الخيط سميك معاكي وتلاقيتي الغرز مزنقه فخليهم 3، يعني 3 اعمده وسلسله و3 اعمده عشان ما يبقاش متكربسين يعني على بعض الغرز. يعني عدد الاعمده اللي في الزاويه على حسب تخانه الخيط اللي معاكي. يعني لو الخيط معاكي رفيع ممكن دول يبقوا 5، الأعمدة دي 5 تمام، بس مش أكتر من 5. لو الخيط سميك معاكي ممكن يبقوا 3 أو 4. فهنا عشان الخيط متوسط السماكة فأنا عملت 4 وسلسلة و4، ده في الزاوية بس. تمام كده. بعد كده هنتنقل للفراغ اللي بعده ده ونعمل فيه 3 سلسلة. 1 2 3، والفراغ اللي بعده ونعمل 3 سلسلة اسفة 3 عمود، والفراغ اللي بعده 3 عمود. يبقى احنا هنا عملنا الزاوية، الفراغ ده عملنا 3 أعمدة وهنا 3 أعمدة وهنا 3 أعمدة. خلاص، الرابعة دي هعمل فيها الزاوية زي ما عملت دي بالظبط. هنزل في الرابعة هنا وأعمل عمود 2 3 4 وسلسلة، وفي نفس الفراغ هعمل كمان 4. تمام، بقى عندي زاويتين اهي، زاوية هنا وزاوية هنا. همشي برضو اللي بعدها هعمل 3 أعمدة والفراغ اللي بعده 3 أعمدة والفراغ اللي بعده 3 أعمدة.
خلاص خلصت 3 غرز، في كل غرزة فيها 3 أعمدة. هاجي للرابعة وهعمل الزاوية رقم 3 اللي هي عبارة عن 4 أعمدة وسلسلة و4 أعمدة. كده 4 أعمدة، بعمل سلسلة وبنزل في نفس الفراغ وأعمل 4 أعمدة. 2 3 4 اهو بالشكل ده يا بنات. هكمل الزاوية الرابعة بنفس الطريقة، همشي 3 مجاميع كده، 3 أعمدة 3 أعمدة 3 أعمدة، وفي الرابعة هعمل فيها الزاوية بتاعتي واكمل بقية الدور. وصلت خلاص لنهاية الدور وهقفل بمنزلقة اهو. بقى عندي بالشكل ده. في الموديل اللي عندي في كمان بعد الدور ده دور عبارة عن أعمدة، فده الدور اللي جاي ده يعتبر آخر دور معايا. بطلع 3 سلسلة تمام، وهنزل في كل سلسلة تقابلني من السلاسل اللي على الأطراف دي أهي، في كل فوق كل عمود هعمل عمود اهو، فوق كل عمود هعمل عمود لغاية ما اجي في المنتصف هنا اهو. هاجي في الزاوية في نص الزاوية بس، وهزود الأعمدة عشان تكمل معايا تفضل زاوية معايا ماشي. فهاجي في النص هنا السلسلة اللي أنا عملتها بين ال4 أعمدة في الزاوية، وهنزل أعمل فيها 4 أعمدة. تلاتة 4 اهو بالشكل ده. بعد كده هنزل في كل عمود فوق كل عمود واعمل عمود، او بنزل في السلسلة في الطرف هنا تحت حرف الفي كده واعمل عمود. نعمل فوق كل عمود عمود لحد ما اوصل للزاوية التانية. وصلت هنا خلاص للزاوية الفراغ اللي انا كنت عاملاه ده اللي هي السلسلة دي، وهنزل هعمل فيها 4 أعمدة. اهو. بعد كده همشي فوق كل عمود عمود، وهكمل الدور كده بالشكل ده، فوق كل عمود عمود، وهاجي في الزاوية واعمل 4 أعمدة مع بعض. خلاص كده يا بنات انا وصلت لنهاية السطر بتاعي، هنهيه بمنزلقة اهو كده. اكون خلصت مربع الجراني بتاعي اللي موجود عندي في الصورة. بتعملي طبعا كذا مربع، وبتجيبي جاكيت يكون مظبوط عليكي، بليزر او اي جاكيت او بلطو اللي حابه تعملي عليه، وبتبتدي ترصي مجموعه من نفس المربع اللي احنا عاملينه ده عليه، اكنك بترسمي عليه. وبعد كده بتبداي تثبتي المربعات دي مع بعض. كان في فيديو انا منزلاه طريقه سهله جدا للتثبيت وما بيبانش فيه اي خياطه، هحاول اسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس عشان تشوفيه لو حابه تشوفيه. بس هي قطعه جميله جدا وسهله وسريعه. يا رب تكون سهله عليكم، ويا رب اشوف التطبيقات بتاعتكم على الجروب. وبيسعدني جدا طبعا تعليقاتكم الجميله، وبيسعدني ان انا بلبي طلباتكم وبعلمكم كل جديد او كل حاجه انتوا حابين تتعلموها. وانا معاكم خطوه بخطوه. اي حد عايز يتعلم اي حاجه انا معاكي وعينيا ليكي يا حبيبتي. كنت سعيده ان كنت معاكم، ويا رب يا رب كده تكون سهله عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.